ترامب حذر إيران إنها قدامها 5 أيام يا الاستسلام يا الدمار الشامل، ولكن دي مش أول مرة أمريكا تبعت تحذير زي ده، إن اليابان اتقال لها قبل كده برضه استسلموا أو هتتدمروا. صيف 1945 الحرب العالمية الثانية كانت خلاص بتخلص، وألمانيا سقطت في مايو، وبسقوطها خلصت الحرب في أوروبا. ولكن في الجانب الآخر من العالم فضلت اليابان رسميا في الحرب، وكانت مدنها تتحرق بقصف أمريكي يومي. ورغم كل ده ما أعلنتش اليابان استسلامها، مش لأنها كانت لسه قوية، ولكن لأنها ما كانتش عارفة تقرر. بجد والله قرار الحرب أو توقفها كان في إيد المجلس الأعلى للحرب فقط، وكان بيتكون من 6 أشخاص، نصهم شايف إنهم لازم يعملوا الاستسلام، والنص التاني شايف إن الاستسلام عار. فالدولة بقت ولا قادرة تكمل الحرب ولا عارفة توقفها. يوم 26 يوليو الحلفاء طلعوا بيان اسمه بوتسدام ديكلاريشن، وطلبوا من اليابانيين يا اما الاستسلام غير المشروط او الدمار الكامل. لما طلب من رئيس الوزراء الياباني وقتها كاناترو سوزوكي انه يعلق على تحذير الحلفاء، رد وقال موكو ساتسو، يعني لا تعليق، ولكن في الحقيقه كانت معناها مفيش قرار. وبعد التحذير بايام يوم 6 اغسطس اسقط الامريكان اول قنبله ذريه في التاريخ على هيروشيما في اليابان. حوالي 80,000 انسان ماتوا في اللحظه نفسها، والباقي بدا يموت بعدها من الحروق والاشعاع. مدينه كامله تقريبا خرجت من الخريطه بضربه واحده. ولكن اللي حصل بعد كده كان اغرب بكتير من القنبله نفسها. اليابانيين احتاجوا يوم كامل عشان يستوعبوا حجم الدمار، وان اللي حصل ده كان تأثير القنبلة الذرية. والمفروض هنا ان كل حاجة تقف خلاص، لكن القيادة اليابانية توقعوا ان الامريكان مش هيكونوا صنعوا غير القنبلة دي، فبالتالي مش هيقدروا يكرروا ده بسرعة، وتكون عندهم قناعة انهم لسه ممكن يستحملوا. وفي نفس الوقت كان في امل عندهم من السوفييت واللي كانوا لسه لم يعلنوا الحرب على اليابان ممكن يتدخلوا كوسيط محايد. وكمان كان في رهان اخير عند اليابانيين انهم كانوا متوقعين ان امريكا هتحاول تغزوهم بريا. بدأوا يحضروا ان الغزو ده يبقى جحيم، فيخلوا النصر الامريكي مكلف جدا، وبالتالي ممكن يطلعوا بشروط استسلام افضل. ولكن في ليله واحده كل القناعات دي اختفت، ان السوفييت اعلنوا الحرب على اليابان يوم 8 اغسطس، وتاني يوم على طول الامريكان اسقطوا القنبله الذريه الثانيه على ناجازاكي. فجاه اليابانيين لقوا نفسهم من غير وسيط محايد، وبيواجهوا سلاح غير مسبوق مرتين في 3 ايام بس. فالقياده اجتمعت وبرضه نفس الانقسام، لحد ما الامبراطور هيروهيتو اتدخل بنفسه وكسر التعادل وسجل كلمه الاستسلام وبعتها عشان تتذاع. وحصل انقلاب عسكري من قيادات الجيش لمنع وصول تسجيل الاستسلام الى الاذاعه، ولكن فشل الانقلاب وانتهت الحرب باستسلام اليابان بدون اي شروط يوم 15 اغسطس سنه 1945. تفتكروا بقى في اي تشابه بين الماضي والحاضر؟